تيمور ممكن تخش في الفيديو، انت يوتيوبر المفضل في الراب، بس يعني ممكن تنجز. وايه اللي مبطل الهفني فعلا ان انا ممكن اكون دمي تقيل، بس اقدر ان انا اعمل رياكت براحتي. هاشتاج ام مكه جامد طبيعي، فسيخ ورنجه وسردين ومش عارف حاجات كتير كده. Here we go. قبل ما نبدا فيديو النهارده انزل تحت واعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا نبدا. ظهرت من فتره اخيره محتوى جديد وهو اسمه محتوى الرياكت. النهارده هنعمل رياكت على الناس اللي بيعملوا رياكت. عندنا اول واحد بيعمل رياكت ايقوني بالنسبه لي، وهو احسن واحد انا شايفه هو بيعمل رياكت على اليوتيوب بعديه طبعا عشان انا جامد فشخ. هو تيمور جامد جدا. السلام عليكم شباب، علينا معاكم شخصيه تيمور كلب البحر. دي مقدمته بقى، ده تيمور. تحب الجمبري اكتر ولا انا اكتر؟ انتي اكتر. انا اكتر؟ والله انا بجد مامتي لو سالتني وانا صغير وانا كبير، لو سالتني بتحب الجمبري اكتر او انا اكتر، هقول لها عرفي حدودك والزامي حدودك. من انا والشفا يحشر لك ميمز، يحصل لك ساوند افكتس كتير قوي، يحشر لك ميوزك غريبه هو اللي مكتشفها، فاهم؟ وانا سارقها منه. يعني قعدت كده حرفيا، قعدت مسكت التليفون كده ربع ساعه كامله اشوف بقى اغنيه، مثلا اغنيه سبونج بوب، اروح اغنيه سبونج بوب تجيلي اروح منزلها حاشرها في الفولدر بتاع الاغاني، فاهم؟ شكرا استاذ تيمور، شاوت اوت ليك ان انت مصدري وملهمي في الساوندز اللي انا سارقها منك. ظهرك بس بقى مخالف بقى، بس بقى مشيرك دي ولا والجركن كوليمبو يو ايه يا خالد، ايه يا ام خالد، رب ابنك. بس يا خالد يا حبيبي بس بخاري اكلت بس تيمور فاجر جامد. الشوكولاته اللي محمى جايبها لخالد. تستاهل يا خالد، وربنا تستاهل. كيم اب بيبي. بص بقى يا اصدقائي بسم الله ما شاء الله يا صاحبي، المايك بان عليه اللي هو فاجر مطرشم ما بيشوفش. ان انا جايب فسيخ ورنجه من مكان تاني، مكان مشهور موجود في كل مصر، موجود بره مصر عامه، موجود في كل حته، بس مش هقول اسمه عشان خلاص ما تقولش ان هو اسمه ابو طحوط. المهم دلوقتي ان احنا هنقارن بين الفسيخ والرنجه بتاعت المكان المجهول وفسيخ ورنجه ام مكه، وهتشوف فسيخ ام مكه التوب. هاشتاج ام مكه جامد، ولا قصدي اكلها جامد. ام مكه بعتلي جفت بليز. هل فعلا فسيخ ام مكه فسيخ عادي زي اي فسيخ؟ لان انا متوقع ان هو تيمور ممكن تخش في الفيديو، انت يوتيوبر المفضل في الراب، بس يعني ممكن تنجز. فسيخ سمك مملح، ريحته تقرف، ريحته الاوضه معفنه، ريحته الاوضه منتنه. فبس يا اصدقائي والله اختيار صح ان انا بكره الفسيخ. تعالوا نشوف محتويات هذا ما ترانزيشن يا صاحبي، مش ترانزيشن اسراء نبيل اللي كان في الفيديو اللي فات. كده تعمل كده دول جم بسرعه قوي. الريحه منتنه، ريحه بجاري. اول حاجه طبيعي، فسيخ ورنجه وسردين ومش عارف حاجات كتير كده. ده برطمان عسل اسود كده، بيجي فيه كده، بيتباع في كل فرن تلاقي برطمان كده ب 20 جنيه ولا 25، ويديك تفه، او بقى معاك الاختيار التاني بقى تفه عسل ب 8 جنيه ولا ب 10 جنيه مش فاكر. ريحته برضه تقرف. انا بحتضر هنا. ايه القرف ده يا ابني؟ ما تشوفوا مين اللي يا اسطى انجز يا اسطى بقالك دقيقتين ونص يا اسطى بتفتح العلب. انجز خش اطفح علينا نشوف الدنيا. انجز يا اسطى، انجز بجد. سمك الرنجه المبطرخ. وايه اللي مبطرخ؟ شكلي خرا قوي من غير النضاره بجد. طب احنا نسكيب شويه طالما تيمور مش عايز يسكيب، فاحنا ايه نسكيب كده شويه. اهو بدأ يدوق هنا اهو. 5 دقايق كاملين عشان تدوق. 5 دقايق ليه 5 دقايق؟ مالح قوي ده. ده خد بالك اصلا ان انا بقالي تقريبا فوق ال 12 ساعه ما اكلتش حاجه. ها اي نعم انا ما بحبش الاكل ده كله، بس يعني انا جعان. نجرب تاني يمكن. انا بجد مش عارف محتوى القناه بتاعي وصل لحد فين عشان نخش لهذا الحوار. شويات تيمور بقى، ده كان اول بني ادم معانا، اول شخص بيعمل محتوى رياكت جامد جدا. تاني واحد معانا بقى اسم قناته غريب جدا، يعني اسمه احمد اهو عادي تي في، ماشي. في دي بقى ايه؟ في دي بقى دي مش عارف يعني ايه تي في اصلا، دي مش عارف. عندنا استاذ احمد بيطلع كونتنت من اي حاجه، يعني نيره، سوزي، مش عارف مين دي، ام خالد. فعايزين فيديوهات عشوائيه كده، يعني مثلا هات اخر فيديو شافه ده. شكلك راجل وهتتعبني يا اسطى جامد جدا يا اسطى، بجد يعني هو فاهم بيجيب فيديوهات صعبه انك تعمل عليها رياكت
وبيطلع منها محتوى جامد فشخ، وانا اديله الريسبكت على كده وان انت جامد فشخ. انا خيري ما بتسلكش، بس انا اسحب كل الكلام اللي انا قلته من شويه ده اللي انت بتعمله ده. اللي انا استغربت في الحوار ده كله ان ازاي نيره قلعت الطرحه اصلا وهي اصلا مش محجبه. تعالى اوريك فيديو من الفيديوهات اللي كانت منزلاها قبل ما تقلع الحجاب. يا اسطى دي مش هي، دي اختها التوأم. لو انت ما انت شايف الطرحه موجوده ورا هناك، شايف هناك بعيد خالص، في حته طرحه باينه من الشعر. هي كانت محجبه الحمد لله. اللهم قوي من ايمانها يا رب كمان وكمان. انا ممكن اسالك سؤال يا احمد بعيدا عن كل ده، ليه هنا؟ يعني ليه ده بجد؟ ليه الشعر اللي طالع عامل فاهم، عامل خناقه كده في الكاب بتاعك فاهم؟ ليه؟ فيديو تاني وهي محجبه. حضرتك فين؟ هنا ده مش حجاب، ده مش ربع حجاب، ده مش تلت حجاب، ده مش حجاب اصلا. دي ما يتقالش عليها ان هو حجاب. لا نزعق بقى عشان انا بقالي كتير قوي موطي صوتي. ده مش حجاب. لو جينا نتكلم بالعقل وبالمنطق فده مش حجاب، ده انت مغطيه شعرك. الحجاب الشرعي بيقول ان انت تغطي رقبتك وشعرك كله، يعني الحته دي ما تبانش، حته كده، حته قد كده دي ما تبانش. ده يكون الحجاب الصح اللي ربنا فرضه عليكي انت بس، مفيش حد يلبس تاني حجاب غيرك يعني. ده الحجاب يعني اللي ربنا قال عليه. انتوا بقى رحتوا بقى عملتوا ايه بقى؟ حجاب بيتلبس بالظلم، حجاب هنا بس. طب ده ايه؟ الرقبه دي كلها ايه؟ ما الرقبه دي عوره ايه؟ محجبه بالزعبوط. لو انت ما بتفهمش حاجه في الحجاب، ايوه دي النقطه اللي انا بتكلم فيها. اصلا بقى ستايلات. انتوا بعد كده هتلبسوا الحجاب بالنيه. انا عندي النيه ان انا لابسه الحجاب دلوقتي، بس هي في الحقيقه ماشيه بشعرها عادي. بص بجد فيديوهاتها رايقه فشخ، كلامه رايق فشخ، عارف اللي هو الهدوء اللي يديك في بقك ده فاهم؟ قلعت حجاب فين؟ عايز افهم. انا ما شفتش فيديوهاتها بقى لي فتره واستغربت ان هي محجبه اصلا. قوم بعد كده يا سيدي من كتر التعليقات السلبيه بتاعت الناس اللي ما بتسيبش حد في حاله وبتعشر حياتها في مناخيره. منهم لله عالم زباله. نيره خلاص جابت اخرها. الناس عماله تقول لها في طرحه باينه من الشعر والطرحه طارت من الفرحه وكميه افيهات وضحك. ليه؟ البنت اتخنقت عملت لايف تشرح. تبا للناس اللي بتأفه على حجاب نيره اللي هو مش موجود تقريبا، لابساه بالنيه زي ما انت بتقول. نيه نيره طب لا حجاب او طرحه طارت. حجاب. انتوا اللي قلتوا لها اقلعي الحجاب وبعد كده تلوموا عليها انت قلعت الحجاب ليه؟ الناس يا اسطى بقى، الناس بقى بعيد عنك بقى، كومنتات الناس السلبيه بقى، في شرحه طالعه من شعرك، في طرحه طالعه من شعرك، في شعره طالعه من طرحتك، يعني كده بقى فاهم؟ سوقتي خدي نفس كده واهدي كده عشان تعرفي تمثلي كويس. صلي على النبي كده على افضل الصلاه والسلام. كملي بقى. جمعت الحجاب طارت من الفرحه، طرحه باينه من شعرك. عندهم حق بجد. احنا ليه تطرقنا لهذا الموضوع؟ بتعمل رياكت معاك دلوقتي يا اسطى. ممكن يأذي حد. ده اسمه زي الناس فاكره ان هي لما تتكلم كده مع حد ان حد ده كانت كده مع حد مش هيتأثر ان الشخص ده جبلنا. مفكرينك حجر يا نيره، مفكرينك ما بتحسيش. يعني هي عشان لابسه الطرحه بالشكل ده تقوم قايلين لها في طرحه باينه من شعرك وقلعي الحجاب احسن؟ ما هي متدينه هي ومحجبه. اقسم بالله العظيم انا ما شفت ناس ما بيعجبهاش العجب زيكم. مش بيحس. ناس غريبه على مسخ. انا عارفه لما انزل الفيديو ده اللي هيتقال. انت لما كنتش قلت ان انت قلعتي الطرحه محدش كان هياخد باله. تعرفي المستقبل. انت عندك قوه خارقه كده. ده حقيقه. عندك حق فعلا. انا ما كنتش عارف انك محجبه لولا ان انت قلتي. بيتهيألي كده هو انت عايزه اتنشن بس عايزه تقولي ان انا مش عايزه اتنشن بس انت عايزه اتنشن بس هي مش عايزه تقول ان هي عايزه اتنشن فهي عايزه اتنشن بس هي مش عايزه تقول ان هي عايزه اتنشن. بحب ربنا قوي، خاف منه قوي والله. عادي بتأثر بقى وربنا. انا بقيت قريبه. طيب ده كان احمد تي في فيدي اللي هو حاجات كتير كده عامه. في بقى بعد بقى احمد وتيمور بقى فاهم، انا بنزلهم بالترتيب بقى. في اياد الموجي ده هو اللي ايه الهفني فعلا ان انا ممكن اكون دمي تقيل بس اقدر ان انا اعمل رياكت براحتي. بحارب الترنج بسيف ساموراي. انا في اليوتيوب زي يوسف قلطاي. بهزر يا اسطى مش بتنمر، ده واجبي. اوعى تزعل مني، ده انت مربع في قلبي. عارفني افورت سيك. لا يا عم ودي